الفيديو ده هنعمل مانيوال جير بوكس او نقل حركة مانيوال زي بتاع العربيات، وهنشوف بيشتغل ازاي. مش بس كده، انا هتكلم عن التروس، ازاي نصممها وايه الحاجات اللي المفروض لو حد شغال في الروبوتكس يعرف. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن حبي للتروس بشكل عام، وقلت انها تقريبا داخلة في كل حاجة ميكانيكية، يعني تحس كده انها اصل الميكانيكا، ونقل الحركة ده حاجة مهمة جدا في مجال الروبوتكس. بس السؤال، احنا ليه اصلا محتاجين للتروس وايه الفكرة فيها يعني؟ لو عايز أعمل تصميم لترس، إيه الحاجات اللي المفروض أعرفها؟ وده اللي هنتكلم عليه النهاردة. التروس ممكن يجي منها أشكال وأنواع وأحجام مختلفة. خلينا نتكلم هنا عن الشكل البسيط خالص للترس، الترس العادي. الهدف من الترس إن هو ينقل الحركة من الموتور للحاجة اللي أنا عايز أحركها. طب ليه ما وصلش الموتور مباشرة بالحاجة اللي أنا عايز أحركها؟ سؤال منطقي. وفي بعض الأحيان ممكن جدا توصل الموتور مباشرة بالحاجة اللي انت عايز تحركها، بس في أغلب الأوقات بنحتاج حاجة تنقل الحركة من الموتور للحاجة اللي عايزين نحركها، لأن معظم المواتير بتلف بسرعة جدا، أسرع من السرعة النهائية اللي أنا عايزها. غير كده غالبا المواتير بتبقى عزمها أضعف من العزم اللي أنا عايزه. وهنا الفايدة الأولى لاستخدام التروس، إنها بتخليني أقدر أتحكم في العزم والسرعة، سواء أزودهم وأقللهم. وده يودينا لأول معيار محتاجين نعرفه في التروس، اللي هو عدد الأسنان في الترس، لأن ده اللي بيحدد النسبة ما بين كل ترس والتاني. النسبة دي هي اللي بتحدد التغيير في سواء في السرعة أو في العزم. هنا عندي ترسين، ترس 18 سنة والترس التاني 32. فلو خلينا الترس الأزرق هو اللي يحرك الترس الأصفر، ده معناه إن النسبة 2 ل1. فلو لفيت الترس الصغير لفة واحدة، الترس الكبير هيلف نص لفة، بس العزم بتاعه هيكون ضعف العزم اللي أنا لفيت بيه الترس الأزرق. هي دايما معادلة ما بين السرعة والعزم، دايما الاتنين بيمشوا عكس بعض، وحسب الاحتياج بتاعي بصمم التروس أو ناقل الحركة اللي أنا عايز أعمله. تاني حاجة نعرفها عن الترس هو حاجة اسمها الموديول، وده اللي بيحدد شكل السنة بتاعة الترس. علشان أي ترسين يعشقوا مع بعض كويس، لازم يبقوا نفس الموديول، نفس شكل السنة. لو جبنا ترسين مختلفين بموديول مختلف، مش هيركبوا مع بعض كويس. وببساطة كل ما الموديول يزيد، كل ما حجم السنة بيزيد. وعلشان نحسب الموديول ده، هي حسبة بسيطة جدا. بنقسم قطر الترس على عدد الأسنان بتاعة الترس، وبيطلع لنا رقم، هو ده الموديول. ده يودينا لتالت حاجة نعرفها عن الترس، وهي قطر الترس. بس السؤال، احنا هناخد انه قطر؟ ناخد القطر الخارجي خالص بتاع الأسنان، ولا القطر الداخلي ونتجاهل الأسنان؟ الإجابة لا ده ولا ده. احنا بناخد القطر التخيلي للدايرة اللي عندها التروس بتعشق في بعض كويس. أنا أول ما بدأت أعرف عن موضوع القطر التخيلي دوت، بصراحة ما كنتش عارف أفهمه أو أتخيله كويس. فعلشان أوضحه لكم، عملت الدايرة دي اللي هي بتمثل القطر التخيلي ده، وزي ما احنا شايفين التروس بتلتقي مع بعض بالظبط عند طرف الدايرة دي. القطر التخيلي ده برضه هو اللي بيحدد المسافة ما بين التروس، فالمسافة بتساوي نص القطر بتاع الترس الأولاني زائد نص القطر بتاع الترس التاني. يعني أنا في التصميم ده علشان أعمل المسافة ما بين الفتحتين بتوع التروس، استخدمت نص قطر الترس الأزرق مع نص قطر الترس الأصفر. علشان أوريكم قوة الجيرز هنعمل تجربة. الهدف إن احنا نخلي الموتور ده يرفع 1 كيلو. الموتور ده ضعيف نسبيا، يعني أنا ممكن أوقفه بإيدي بسهولة. فاللي انا عايز اثبته ان اخلي الموتور الضعيف دوت يعرف يشيل 1 كيلو لو استخدمت الجيرز. وده الكيلو اللي احنا هنرفعه، ازازة المية ديت. بس علشان نعرف الموتور دوت اصلا يعرف يعمل ايه في الحقيقة، خلينا نقيس. عملت النظام ده عشان نقيس قوة الموتور. احنا عندنا طول الدراع 25 سنتي، ونسبة التروس 2 ل1. واحنا عارفين ان قوة الدوران بتتقاس بالتورك، والتورك هو القوة في المسافة. ففي الحالة ديت التورك يساوي تقريبا 3 من 10 نيوتن متر. وبشوية حسابات بسيطة بمساعدة شات جي بي تي، هنلاقي اننا محتاجين معدل تروس حوالي 7.3 من 10. وده التصميم اللي انا عملته عشان نوصل للمعدل ده. التروس اللي بتبقى عبارة عن ترسين راكبين في بعض اسمها الكومباوند جيرز او التروس المركبة. طيب علشان نحسب معدل التروس في حالة زي ديت، بنعد عدد أسنان التروس التابعة اللي بيلفهم ترس تاني واللي اسمها دريفن جيرز، ونضربهم في بعض. وبعدين بنعد عدد أسنان التروس المحركة أو اللي اسمها الدرايفنج جيرز ونضربهم في بعض.
وبعد كده بنقسم حاصل ضرب التروس التابعة على حاصل ضرب التروس المحركة، كده بنطلع معدل التروس اللي في الحالة دي 10.6، فده المفروض يعرف يرفع الإزازة اللي وزنها كيلو. واضح إن في غلطة في الحسابات، بس بسيطة. كده احنا زودنا مرحلة زيادة، فالمعدل بقى 32، فده المفروض يعرف يرفع الإزازة بسهولة. وبكده احنا شفنا قوة التروس، ان احنا خلينا موتور صغير يرفع وزن تقيل. خلونا بقى نستغل الكلام دوت ونعمل الجير بوكس. خلينا نبدأ ان احنا نعمل الجير بوكس. هدف الجير بوكس هو نقل الحركة من الموتور للعجل بسرعات او ريشيوز مختلفة، مع إمكانية تغيير السرعات حسب الحاجة. تعالوا أوريكم التصميم اللي أنا عامله. التصميم ده لجير بوكس مانيوال فيه 4 غيارات. الفكرة الأساسية في التصميم إن عندنا 3 عواميد. أول عمود اللبني ده هو عمود الإدخال أو الإنبوت شافت. العمود التاني اللي هو الأسود اسمه الكاونتر شافت، وده بينقل الحركة للعمود التالت الرصاصي وهو الأوتبوت شافت أو عمود الإخراج. عمود الإدخال فيه ترس متركب عليه بيدور معاه، والعمود الأسود عليه 4 تروس بأحجام مختلفة متثبتة وبتلف مع العمود نفسه. التروس دي متشابكة مع التروس الصفراء اللي حوالين الأوتبوت شافت. كل مرحلة من دول بتمثل غيار أو سرعة من غيارات الجير. الفكرة هنا إن التروس الصفراء دي بتلف حوالين عمود الإخراج لكنها مش متثبتة فيه، يعني بتلف بحرية. طيب ازاي نوصل الحركة من التروس الصفراء للأوتبوت شافت؟ شايفين الترس الصغير الرصاصي ده متثبت في العمود وبيتحرك معاه، وعندنا القطعة دي اللي بتتحرك لما نغير الغيار. في الوضع العادي القطعة دي بتلف حوالين الترس الرصاصي، بس بمجرد ما نحركها بتربط ما بين الترس الأصفر والترس الرصاصي، فالاتنين بيلفوا مع بعض، وبالتالي العمود بيلف بنفس سرعة الترس الأصفر. فلو حركناها هنا العمود هيلف بنفس سرعة الترس الكبير، وده الغيار الأول. ولو نقلناها الناحية التانية هيلف بسرعة الترس الأصغر، وده الغيار التاني. ونفس الفكرة بتتكرر في باقي الغيارات. أنا كنت عايز أخلي الغيار ده هو الغيار التالت، ولما أوصل العمودين ببعض يبقى الغيار الرابع، بس لخبطت في عدد أسنان التروس وطلع إن الغيار ده أسرع من إني لما أوصل العمودين مع بعض. نيجي بقى لشكل العمود اللي بيغير السرعات. احنا عندنا الكرة دي بتلف في المكان بتاعها والعمود داخل فيها. لما نحرك العمود لقدام وورا ده بيخلينا نحرك الغيار لقدام وورا زي ما شفنا. التصميم ده كله كان معمول على ال 3D printer. كان في قطع كتيرة جدا محتاج يتعمل لها طباعة، فال 3D printer فضلت شغالة ليل نهار وفي الآخر باظت. الحمد لله كانت مشكلة بسيطة، كانت محتاجة بس تغيير قطع بسبب ان الحرارة كانت عالية وان البرينتر اشتغلت كتير. حصلت مشكلة في القطعة ديت، بس الحمد لله اتحلت وكملنا طباعة بعديها. اجمالي عدد ساعات الطباعة للفيديو ده كانت 60 ساعة، يعني قرب 3 ايام كده. دي كل القطع اللي احنا محتاجينها عشان نركب، بس قبل ما نبدأ التركيب في شوية تجهيزات محتاجين نعملها. كتير من القطع المطبوعة بتبقى مطبوعة بحاجات زيادة للدعم والتثبيت، فمحتاجين الأول نشيل الحاجات دي.
بعد ما جهزت الأجزاء الأساسية اللي هيركب عليها الجير، بعد كده ركبت البلي ده قطره الداخلي 10 ملي عشان العواميد تلف عليه. للأسف اكتشفت إن المسافة ما بين التروس مظبوطة بالملي، فكانت التروس بتتحرك بالعافية مع بعض. فما كانش قدامي حل غير إن أنا أرجع للتصميم تاني وأزود المسافة ب2 ملي بس، وأعيد الطباعة، وده عمل فرق كبير جدا في الآخر. التروس السودا والرصاصي دي انا لزقتها في العواميد بتاعتها بلزق بعد كده، بس ما صورتهاش عشان كانت صعبة شوية في التركيب. انما التروس الصفرا زي ما اتفقنا فهي بتتحرك براحتها حوالين العواميد. بعد ما ركبت الدراع اللي هنقل بيه الغيارات، لقيت ان هو بيتحرك من مكانه شوية. طبعت القطعة الزيادة ديت وحطيتها في المكان دوت علشان ما تخليش العمود يتحرك من مكانه. دي انا ظبطتها بعد كده في تصميم الكاد لو حد هيستخدمه. وبعد كده قفلت القطعة ديت بمسامير M3. بعد كده ركبت الحامل بتاع الموتور. الأول حفرت حفرة صغيرة للمسامير، وبعدين ربطته بمسامير راكبة في البلاستيك على طول. وده الشكل النهائي للجير بوكس. بصراحة أنا كنت مبسوط جدا بالشكل النهائي اللي ظهر بيه، فخلينا نبدأ نشغله ونشوف هو بيشتغل ازاي. ده هو كده شغال في الوضع العادي بدون أي غيارات، يعني زي ما تجيب فتيس العربية المانيوال في النص بالظبط. وزي ما انتوا شايفين أنا بعرف أوقف العجلة أو أحركها زي ما أنا عايز. بس بعد كده بمجرد ما بجيب السرعة الأولى العجلة بتبدأ تلف. هنا ده الغيار الأول، فدي أبطأ سرعة وأعلى عزم. كل ما نزود في الغيار كل ما السرعة هتزيد زي العربية بالظبط. ده الغيار التاني. ده الغيار التالت. ده الغيار الرابع، وده أسرع سرعة، وزي ما احنا شايفين العجلة بتلف بسرعة جدا. أتمنى الفيديو ده يكون عجبك واستفدت منه. وعجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناة، هيفرق معايا كتير. أشوفكوا الفيديو الجاي.